معاوية ابن حديش رضي الله عنه، ويكنى أبو نعيم، وهو من قبيلة كندة، وهو أول والي على إفريقيا في زمن الخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان. ذكره محمد بن عبد الله بن سنجر وحمزة الكناني وغيرهما في جملة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثبتت صحبته للنبي. ومن طريق ابن سنجر عن معاوية بن حديش أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في شيء شفاء ففي شرطة من محجم أو شربة من عسل أو كية بنار. قال ابن يونس: ولى معاوية بن أبي سفيان إمارة إفريقية 3 مرات لمعاوية بن حديش، سنة 34 للهجرة، وسنة 40 وسنة 50 للهجرة. وكان قد شهد فتح مصر سنة 20 للهجرة مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو الوافد بفتح الإسكندرية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن خلافته. وكان أعور، ذهبت عينه يوم دمقلة من بلد النوبة في جيش عبد الله بن أبي سرح سنة 31 للهجرة. دخل إفريقية غازيا 3 مرات، وكانت له بها مقامات جليلة ومشاهد مشهورة شريفة. وكان قد اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة بن نافع لمدينة القيروان، وأقام بها مدة إقامته بإفريقية، وحفر آبارا عند باب تونس في ناحية الجبل منه منحرفة للشرق بالقرب من مصلى الجنائز، تسمى الآن آبار حديش. غلب عليها اسم أبيه حديش، وذلك قبل أن تؤسس القيروان. فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح، والطير يغردكم مرحا بنشيد العذب الصداح، بنشيد العذب الصداح. يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح، قد نلت طموحا يا نبضي، طالبتي شمسي بصباحي، طالبتي